سيد سواغارت، ما مصير المسلمين الذين يؤمنون بعيسى ولكنهم لا يعترفون به إلها ولا ابنا لله حين يموتون؟ يخبرنا الإنجيل أنه لا يوجد خلاص في الجنة إلا بواسطة الرب يسوع المسيح. إن الإيمان بيسوع بأنه صانع المعجزات وبأنه نبي وبأنه معلم عظيم لا يكفي. يجب أن تعترف بالفكرة الكامنة وراء صلبه أنها لإنقاذ روحك. إن المرء يعاني معاناة شديدة من جراء وقوعه في إثار الآثام، والإثم ليس مجرد فعل نرتكبه، وليس حتى قوة فاعلة، إنه طبيعة، ولن نستطيع السيطرة على تلك الطبيعة بمجرد قطع يد إنسان، بل عليك أن تصل إلى قلبه. إذا كان جميع المسلمين في العالم منتشين وسعداء بما لديهم، فلماذا يشاهد برامجي على التلفزيون مئات الألوف منهم؟ ثانيا، فإن المسيحيين الصادقين لا يشربون الخمر أيضا. إن الذي يمكن ويجب أن يحدث للمرء هو التبدل في القلب، فلا يمكن أن يحدث التغيير من الخارج، إنه يأتي من الداخل، ويسوع المسيح هو وحده القادر على ذلك. إن الامتناع عن شرب الخمر لا يكفي، ومجرد اجتناب الميسر لا يكفي، ومجرد الالتزام بالتعاليم لا يكفي. إن المسيحية في حقيقتها ليست دينا، إنها ليست مجموعة أوامر ونواهي. إنه لا يمكن أن تكسب خلاصك الذي دفع ثمنه كاملا ووافيا على الصليب. إننا حين نعترف به فإن طبيعة الإثم تتحطم، والمرء لا يشرب الخمر بسبب خوفه من قطع يده أو إصبعه أو أنفه أو غير ذلك، لكنه يمتنع عن شرب الخمر حين يفقد رغبته في ذلك. عليك أن تعترف أن يسوع المسيح هو مخلصك الشخصي، وأن الإنجيل لكل العالم وليس فقط لنخبة قليلة، لأنه هكذا أحب الله العالم. وبالمناسبة فإن كلمة بيجوتن تعني أيضا الإنتاج يا سيدي، فالله أنتج ولده. أحمد ديدات، هل جاء في القرآن الكريم أن الإنجيل المقدس هدى للناس أجمعين؟ كلا، إن القرآن الكريم لا يقول إن الإنجيل هدى للناس أجمعين، ولا حتى الإنجيل يقول بذلك. وأنتم تجدون أن المسيح عيسى عندما بعث حواريه للوعظ وشفاء المرضى أوصاهم قائلا: إلى طريق الأمميين لا تمضوا، وإلى أي مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل توجهوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وأنا أتساءل، أين هو موقع الأمريكان الأنجلو ساكسون من هذا كيهود من بيت إسرائيل؟ وها هو يقول لامرأة حين تأتي امرأة يونانية تريد شفاء ابنتها فإنه يشيح عنها بوجهه، فتتحول إلى الجانب الآخر ولا تدعوه يذهب، فيقول الحواريون: ساعدها، إنها تلح في طلبها مثل الرجل الغريق الذي يتعلق بقشة، عالج طفلها. ولكن عيسى يقول لهم: إني لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل، إلى اليهود. فقال الحواريون: ساعدها. فقال عيسى: لا تلقوا بخبز الأطفال إلى الكلاب. ومن هم الكلاب؟ إنهم الأمميون أمثالي وأمثالكم، فكل البشر فيما عدا اليهود هم كلاب وخنازير، كما يقول عيسى أو كما يقول كتابكم. إنه يقول: لا تلقوا بما هو مقدس إلى الكلاب، لا تلقوا باللآلي أمام الخنازير، وإلا استدارت ومزقتكم.
فمن هم الكلاب ومن هم الخنازير؟ إنهم الأمميون. وهكذا فإنه يقول لا تلقوا بخبز الأطفال إلى الكلاب، فتقول المرأة والأسى يعتصر قلبها أيها الرب والسيد، حتى الكلاب فإنها تأكل من فتاة مائدة سيدها، فيرد قائلا أعطوها كسر الخبز. هذا ما يقوله كتابكم للأسف منسوبا إلى عيسى. وكان بودي لو استمعت إلى ما قاله عيسى حقا. يقول عيسى في غير ما يتعلق بتلك الفكرة المفترضة عن الخلاص: الحق الحق أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. أي لا جنة لكم حتى تكونوا أفضل من اليهود. وكيف تكونون أفضل من اليهود وأنتم لا تتبعون الناموس والوصايا؟ أجيبوني أنتم. سيد سواجرت، من واقع الأدلة التي قدمها السيد ديدات فإن الإنجيل الذي بين يديك ليس كلام الله. فما هو دليلك على أنه مخطئ فيما ذهب إليه؟ وأعني بالدليل شيئا غير الاعتقاد. أعتقد أني أثبتت الليلة بما لا يدع مجالا لشك أنه كلمة الرب بحق. ولست أدري ما الذي يطلبه أي شخص من الأدلة أكثر من ذلك. بإمكانك أن تقرأ الإنجيل ولا تؤمن به، غير أن الرب طلبنا أن نؤمن به فنجني بذلك خيراته الجمة. وإذا لم يشأ أحد من الناس أن يؤمن رغم الأدلة الواضحة فإنه لن يؤمن. وهذا ما خاطب به الرب شخصا معينا حين قال إن نهض واحد من الأموات. وكان يخبرنا بالقصة التي في الإصحاح 16 إنجيل لوقا حين قال الرجل الغني ابعث واحدا من الموتى لينذر إخوتي، فقال له إن نهض واحد من الأموات فإنه لا يصدق لأنه كفر بالأنبياء الذين جاءوا من قبل. وهكذا لا يوجد دليل يمكن أن تقدمه للكفر لأنه لن يتحول إلى الإيمان. وهنا أردد مرة أخرى نصي المفضل: وهكذا أحب الرب العالم حتى إنه أعطى ابنه الوحيد المولود له لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأختتم بعبارة أخرى: سيدي، إني أنا الدليل على أنه حق لأنه خلص روحي. أحمد ديدات، هل تقدم لنا من القرآن الكريم ما ينص على أن الإنجيل المقدس قد حرف؟ وإلا أخبرنا متى تم تحريفه ومن حرفه وأين بالتحديد تم تحريفه؟ السيد الرئيس، إخوتي الأعزاء، ترون أني بدأت حديثي هذا ببعض التلاوة، ولم أكن أحاول بذلك تنويمكم مغناطيسيا أو أن أسحركم، إنما كنت في الواقع أردد كلمات من القرآن ترشدنا وتخبرنا وتعلمنا أن الكتاب الذي يتحدث عنه المسيحيون الإنجيل هو من عند أنفسهم. ثم إني أعيد الآن ما كنت قلته وسوف أتلو وأترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most gracious, most merciful. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أي الويل والعذاب لأولئك الذين يكتبون ويحرفون بأيديهم ثم ينسبون ذلك إلى الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إنهم يحرفون بأيديهم لتحقيق مآرب تافهة مثل تلك 15 مليون دولار صافي ربح النسخة القياسية المنقحة. 15 مليون تافهة جدا إذا قورنت بالخلود وإذا قورنت بطيبات الله وبخلاصه. 15 مليون لا شيء. فويل لهم مما كتبت أيديهم. أي الويل لهم بسبب ما حرفوه بأيديهم. أي الويل لهم بما يكسبون من وراء ذلك.
ولقد كنت طوال الوقت أقدم لكم البراهين، وقدمت لكم في الواقع ما تعنيه هذه الآية القرآنية دون الدخول في التفاصيل، لأني كنت أدرك أهمية الوقت. أساسا كنا قد اتفقنا على تخصيص ساعة لكل واحد منا، ولأسباب غامضة حرمت من 20 دقيقة، فكان علي أن أختصر كل شيء، وكان باستطاعتي أن أقدم أكثر من هذا، ولكني أحتفظ به للغد، وهكذا. فأنتم ترون أن ما قدمته كان في الواقع تعليقا على الموضوع، وأن هذا الكتاب قد كتب بأيديهم هم، فأنتم تضيفون وتحذفون، تضيفون وتشطبون. وهذا كما ترون دليل كاف ان الذي بين ايديكم ابلغ دليل على ان الكتب قد حرفت. لقد ظللتم تغيرون فيها، ومن بين 24,000 مخطوط لا يتطابق 2، واني اتحدى ان وجد بينها مخطوطان متطابقان. سيد سواغرت، هل يوجد في العهد القديم ما ينص على ان النبي